السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. هشرح مادة الدراسات المنهج الجديد الترم الثاني. هناخد الوحدة الأولى الدرس الأول فيها بعنوان نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. النمو السكاني في مصر. سكان مصر بين تعدادي 1882 لغاية 2017. طبعا احنا اتكلمنا عن التعداد السكاني السنة اللي فاتت وعرفنا أهميته، والسنة دي هنتكلم على ان مصر من أقدم الدول اللي عملت التعداد السكاني في العالم. تعداد سنة 1882 بلغ عدد سكان مصر 6,7 نسمة. أما تعداد 2017 بلغ عدد السكان 94.8 نسمة. نقدر نستنتج ايه من الرسم البياني اللي بيوضح التعداد السكاني في الفترة ما بين 1882 ل 2017؟ بيوضح ان عدد سكان مصر كل شوية بيتضاعف حوالي 14 ضعفا في الفترة. يبقى عدد السكان بتاع مصر من أول 1882 لغاية 2017 عدد السكان بيتضاعف كم مرة؟ 14 ضعفا. يبقى هنقول هنا ترتيب مصر من حيث عدد السكان. تحتل مصر المرتبة رقم كام؟ 3. المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث عدد السكان. بعد منها تحتل مصر المرتبة 14 عالميا من حيث عدد السكان. احفظ معايا الترتيب ده لأن هيجيلك في اختر وفي صح والغلط. مصر أخذت المرتبة الثالثة في السكان بالنسبة لإفريقيا، وأخذت المرتبة 14 برضو للسكان بالنسبة للعالم كله. هنشوف مع بعض أسباب النمو السكاني. ليه مصر النمو السكاني بتاعها مرتفع؟ نتيجة حاجتين: الزيادة الطبيعية والهجرة. نمسك واحدة واحدة نتكلم عليها. هنتكلم عن الزيادة الطبيعية. طب يعني ايه الزيادة الطبيعية؟ يعني الفرق ما بين عدد المواليد وعدد الوفيات في فترة معينة. الزيادة الطبيعية يعني بتحسب عدد العيال اللي بتتولد ناقص عدد العيال اللي بتتوفى. يبقى الفرق بين أعداد المواليد وأعداد الوفيات في فترة معينة. حيث انخفض عدد المواليد في مصر، ان المواليد انخفضت بسبب ارتفاع الوعي لدى الشباب اللي بيتجوز عنده وعي ان هو لازم ينظم الأسرة. وكمان الحد من ظاهرة الزواج المبكر في الفترة اللي احنا عايشينها الوقت. ما عادش حد بيجوز بناته وهم لسه صغيرين في السن. بما تفسر انخفاض عدد المواليد في مصر بسبب ارتفاع الوعي لدى الشباب بضرورة تنظيم الأسرة. تاني حاجة انخفض عدد الوفيات في مصر لأن مصر بقى فيها تقدم طبي ورعاية صحية كبيرة، فعشان كده الوفيات نسبتهم قلت. بما تفسر انخفاض عدد الوفيات في مصر بسبب التقدم الطبي والرعاية الصحية. يبقى الزيادة الطبيعية قلنا هي الفرق بين أعداد المواليد وأعداد الوفيات، وطبعا ده موجود بسبب انخفاض عدد المواليد وانخفاض عدد الوفيات. تاني سبب للزيادة السكانية هي الهجرة. طب يعني ايه هجرة؟ الهجرة يعني انتقال الأفراد من مكان لآخر.
الهجرة عندنا نوعين: هجرة داخلية اللي بتتم بين الانتقال ما بين المحافظات اللي داخل مصر، أو هجرة خارجية اللي احنا بنطلع لها الباسبور وننتقل بين مصر ودول العالم. طب أسباب الهجرة إيه؟ إن الناس بتهاجر من بلدها بتروح بلد تانية، أو من محافظة تروح لمحافظة تانية عشان تبحث عن عمل أفضل، عشان تبحث عن فرص للتعليم، عشان تحسن مستوى المعيشة بتاعتها. وأهم محافظات الإنسان بيحب يهاجر إليها هي القاهرة والإسكندرية، لأنهم محافظات جاذبة للسكان. طب إيه هي النتائج اللي ترتبت على الهجرة؟ لما الناس سابوا أماكنهم وراحوا أماكن تانية ومحافظات تانية، طبعا أدى إلى زيادة الكثافة السكانية في المناطق المستقبلة للسكان، وأدى إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، وكمان أدى إلى ظهور العشوائيات. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. كثافة السكان وتوزيعهم في مصر. قبل ما نتكلم عنهم لازم نعرف يعني إيه الكثافة السكانية. هنحفظ التعريف. الكثافة السكانية هي النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها. هنحسبها ازاي الكثافة السكانية؟ لها قانون. قانون الكثافة السكانية بيساوي عدد السكان على المساحة. هتقسم عدد السكان على المساحة. فمثلا بلغ عدد سكان مصر 103 مليون عام 2022، هتقسمها على المساحة 1 مليون كيلو متر، يبقى إذن الكثافة السكانية لمصر 103 نسمة على الكيلو متر المربع. ما يعني أن كل 103 فرد لديهم القدرة على الحياة في مساحة قدرها كيلو متر مربع. تعالوا نشوف توزيع السكان في مصر. من خلال الخريطة هنعرف اختلاف الكثافة السكانية بين محافظات مصر. عندنا محافظات مليانة ومرتفعة جدا بالسكان، وعندنا محافظات السكان فيها قليلة. محافظات مرتفعة السكان زي محافظات الوادي والدلتا، وتعد القاهرة والجيزة أكثر مدن مصر مزدحمة بالسكان. إيه العوامل اللي بتؤثر في توزيع السكان؟ عاملين: عامل طبيعي وده بتاع ربنا زي توافر المية وتوافر التربة الخصبة واستواء السطح، وفي عوامل بشرية بتاعت الإنسان زي توافر الخدمات وسهولة المواصلات. أما المناطق اللي بيقل فيها السكان هي محافظات الحدود الصحراوية. زي إيه؟ زي محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح والوادي الجديد. دول أكتر محافظات مصر مفيش فيها سكان، نادرة بالسكان. طب إيه هي العوامل المؤثرة في توزيع السكان؟ برضو زي ما أنا قلت لكم، عوامل طبيعية بتاعت ربنا اللي هي موجودة في البيئة الصحراوية، مفيش هناك مياه عذبة يبقى ندرة المياه العذبة، وعدم استواء السطح، ودول عكس مين؟ عكس الوادي والدلتا. وفي عوامل بشرية زي اللي احنا بنعملها احنا الإنسان، زي نقص الخدمات وصعوبة الانتقالات، وطبعا ده برضو عكس محافظات الوادي والدلتا. صلوا 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 على رسول الله، صلوا 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 على رسول الله. تعالوا نحل مع بعض الأنشطة والتدريبات. النشاط رقم 1: أكمل العبارات التالية بما يناسبها من بنك الكلمات. جايب لك مجموعة كلمات هناخد منها ونحط في النقط. رقم 1: أحد العوامل الطبيعية التي أدت إلى عدم تركز السكان في محافظات الحدود الصحراوية هو نقط، هنكتب وعورة السطح. 2: الفرق بين أعداد المواليد وأعداد الوفيات يسمى نقط، هنكتب الزيادة الطبيعية. 3: ثالث الدول الإفريقية من حيث عدد السكان هي نقط، هنكتب مصر. 4: يزيد عدد السكان بسبب الزيادة الطبيعية ونقط، هنكتب الهجرة. 5: تسببت هجرة سكان الريف إلى القاهرة في ظهور نقط، هنكتب العشوائيات. 6: انتقال أسرتك من القاهرة للاستقرار في الإسكندرية يعد هجرة نقط، هنكتب داخلية. 7:
انخفض عدد الوفيات في مصر بسبب نقط، هنكتب التقدم الطبي. 8. النسبة بين عدد سكان مصر ومساحتها يسمى نقط، هنكتب الكثافة السكانية. النشاط رقم 2 ضع علامة صواب وأمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1. تنقسم الهجرة إلى هجرة داخلية وهجرة خارجية، العبارة صحيحة، نضع كلمة صواب. 2. يزداد السكان بشكل طبيعي في حالة زيادة عدد المواليد عن عدد الوفيات، العبارة صحيحة، نضع كلمة صواب. 3. تعد محافظة القاهرة من المحافظات الطاردة للسكان، العبارة خاطئة، محافظة القاهرة من المحافظات الجاذبة للسكان. 4. يتركز معظم سكان مصر في محافظات الحدود الصحراوية، العبارة خاطئة. محافظات الحدود هما 5 محافظات: شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مرسى مطروح. رقم 5. تحتل مصر المركز 14 إفريقيا من حيث عدد السكان، العبارة خاطئة، تحتل مصر المركز 3 إفريقيا من حيث عدد السكان. رقم 6. الهجرة من مصر إلى ألمانيا تسمى هجرة خارجية، العبارة صحيحة. 7. تظهر العشوائيات نتيجة الهجرة الخارجية، العبارة خاطئة، تظهر العشوائيات نتيجة الهجرة الداخلية. رقم 8. تحتل مصر المرتبة 3 إفريقيا من حيث عدد السكان، العبارة صحيحة. رقم 9. تضاعف عدد سكان مصر 14 مرة في الفترة بين تعدادي 1882 و 2017، العبارة صحيحة. رقم 10. انخفض عدد المواليد في مصر بسبب تنظيم الأسرة، العبارة صحيحة. رقم 11. يهاجر بعض الأفراد للبحث عن فرص عمل أفضل، العبارة صحيحة. رقم 12. توافر الخدمات والمواصلات من أسباب زيادة السكان في محافظات الوادي والدلتا، العبارة صحيحة. رقم 13. توافر المياه العذبة أحد أسباب تركز السكان في محافظات الحدود الصحراوية، العبارة خاطئة، توافر المياه العذبة أحد أسباب تركز السكان في الوادي والدلتا. رقم 14. تعد خصوبة التربة من العوامل البشرية التي تؤثر في توزيع السكان، العبارة خاطئة، تعد خصوبة التربة من العوامل الطبيعية. رقم 15. يتساوى توزيع السكان على أرض مصر، العبارة خاطئة، يختلف توزيع السكان على أرض مصر. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. اعمل لايك وكمان سبسكرايب وانزل فعل الجرس ليصلك كل جديد. النشاط رقم 3. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1. أحد العوامل الطبيعية اللي أدت لزيادة تركز السكان في الوادي والدلتا، هنختار خصوبة التربة. 2. إحدى المحافظات الجاذبة للسكان، هنختار الإسكندرية. 3. انخفض عدد المواليد في مصر بسبب نقط، هنختار تنظيم الأسرة. 4. انخفض عدد الوفيات في مصر نتيجة نقط، هنختار التقدم الطبي. 5. النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها تعرف بنقط، هنختار الكثافة السكانية. 6. إحدى المحافظات التي تتوافر بها الخدمات وتجذب السكان، هنختار القاهرة. 7. تغير أعداد السكان بسبب الزيادة الطبيعية والهجرة يسمى نقط، هنختار النمو السكاني. 8. أحد العوامل البشرية اللي أدت لندرة السكان في محافظات الحدود الصحراوية، هنختار نقص الخدمات. السؤال الرابع، صوب ما تحته خط. 1. الدولة التي تحتل المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث عدد السكان هي أثيوبيا، هنشيل أثيوبيا ونكتب مصر. رقم 2. الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات في فترة معينة يقصد به الكثافة السكانية،
هنشيل الكثافة السكانية ونكتب الزيادة الطبيعية. 3. الحد من ظاهرة الزواج المبكر ساعد على انخفاض عدد الوفيات، هنشيل عدد الوفيات ونكتب عدد المواليد. 4. أدى التقدم الطبي والرعاية الصحية إلى انخفاض عدد المواليد، هنشيل عدد المواليد ونكتب عدد الوفيات. رقم 5. انتقال الفرد من دولة لدولة أخرى يسمى هجرة داخلية، هنشيل داخلية وهنكتب خارجية. رقم 6. يتركز معظم سكان مصر في محافظات الحدود الصحراوية، هنشيل الصحراوية ونكتب الوادي والدلتا. بكده أكون وصلت معاكم لنهاية الأسئلة، أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا 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 لا